بصوا بقى النهارده هنعمل شويه مكرونه لوز اللوز. اول حاجه يا بنات عايزه اقول لكم عليها، بالنسبه ان انت لما تسلقي المكرونه ما تسويش المكرونه على الاخر. لا، طلعي كده المكرونه فيها تكه، مش مستويه قوي. ليه بقى؟ لان احنا كده كده بنشطفها. على ما بتشطفي المكرونه بيكون بكملت التسويه بتاعتها، وعلى ما بتحطيها حبه في الصلصه عشان ما تتعجنش منك. تمام، اول خطوه اتكلمنا عليها موضوع السلق، وما تنسيش وانت بتسلقيها تحطي الملح وتحطي حبه الزيت. خلاص كده. بعد كده نيجي بقى للصلصة. هتقطعي بصلاية وتاخدي معلقة توم، وتشوحي البصلاية الأول وتنزلي عليها بمعلقة التوم، وبعد كده تنزلي عليها بالطماطم بتاعتك، وتسيبيها تتسبك بقى وتعيش حياتها مع نفسها. وبعد كده تحطي عليها البهارات. البهارات أساسي أساسي الزعتر. الزعتر بيخلي المكرونة في حتة تانية. تحطي زعتر، ملح، فلفل أسود، شوية كزبرة. بس كده، متحطيش أي حاجة تانية أو أي بهارات تانية للمكرونة. تمام كده.